مرحبا بكم. شكون على باله من قبل باللي البرلمان، يعني مقر البرلمان المغربي، دايرين فيه الخريطة. اسمعوا مليح، الخريطة الجزائر، عفوا الخريطة المغربية، دايرين فيها نص من الجزائر، يعني تلمسان ووهران، يعني دايرين فيها نص، وبشار وتيندو دايرينها كامل. يعني هذه في تاع البرلمان تاعهم. نخلوكم مع هذا السياسي واش يقول عليهم. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. ماناش احنا المغرب، احنا الان نعتبروه دولة او نظام عدو، لانه كي تروحوا تدخلوا للبرلمان المغربي تلقاو خارطة المغرب الاقصى وتلقاو فيها تلمسان وبشار ومعلقينها في البرلمان وما مش حاشمين. كيف انت راكب عقلك يا اخي؟ فرنسا كي جات خارجة احنا قالت لنا نخرج من الجزائر، ولكن ما نخرجش من الصحراء. قبلنا احنا زدنا 3 سنوات دفعنا فيهم أكثر من 700 ألف شهيد، مقابل أن الحدود ترسم بالدم. إخواننا المغاربة كي قالت لهم فرنسا راني خارجة من الحدود تاعكم هذه، قالوا لها أوكي ولا لا؟ وبالتالي هما رسموا حدودهم بقرارهم السياسي. علاه تجي تكتب الآن بشار وتكتب تمثال في الخريطة تاعك؟ أنت عدواني. وإحنا ما نسمحوش بذر التراب سال عليها دم شهيد أن يمسها أي إنسان، لا عربي لا مسلم لا قاوري لا يهودي. هذوك يتساووا عندنا كي حق التراب، لأن الجزائر هذه شغل محراب الشهداء. وبالتالي الوفاء بن المهيدي، الوفاء مصطفى بن بولعيد ما يخليناش نتسامحوا في هذه المسائل.